الحلقة الأولى من اغتصاب أنثى. الساعة 11:45 مساء في حي شعبي بالقاهرة. الجو كان بارد في الليلة دي في شهر نوفمبر، والحي كان مظلم إلا من شوية لمبات ضعيفة يا دوبك بتنور الطريق. سارة البنت اللي عندها 20 سنة كانت راجعة من شغلها في المحل الصغير اللي بتشتغل فيه. الطريق اللي كانت ماشية فيه كان معروف ليها ومليان بالذكريات بينها وبين أصحابها وأصدقائها، لكن الليلة دي كانت مختلفة. وهي ماشية بسرعة سمعت خطوات جاية وراها، والصوت قرب أكتر وأكتر. في البداية حاولت تطمن نفسها وتقول إن ده مجرد خوف من الوحدة والظلام، لكن بعد شوية الصوت بقى واضح جدا وفيه فعلا حد وراها. وبصت وشافت راجل لابس معطف طويل ووشه متغطي بشال. قبل ما تقدر تجري جابها فجأة وجرها ناحية زاوية مظلمة في الشارع. قلبها بدأ يدق بسرعة وعلاء معرفش يستوعب اللي بيحصل. حاولت تصرخ لكن ايد الراجل كانت على بقها جامد جدا وخلت حركتها مشلولة. قال لها بصوت منخفض لكن واضح فيه التهديد: اهدي، مفيش حاجة هتحصل لك لو سمعت الكلام. سارة بدأت تتوسل ليه، لكن في لحظة حست إنها مش قادرة تعمل حاجة. كانت قوته أكتر من قوتها بكتير، وكل مشاعر الخوف والرهبة كانت مسيطرة عليها. وابتدى يعتدي عليها ويجردها من ملابسها، وابتدى يغتصبها بطريقة عنيفة وهي كانت بتصرخ ولا حد حاسس بيها. وبعد ما خلص سابها في الأرض مرمية وهي في حالة من الصدمة، وجري بعيد في الضلمة. حاولت سارة تقوم لكن رجليها كانت مش قادرة تشيلها. دمها كان بينزل على هدومها وعقلها مشوش. عدى وقت طويل قبل ما تقدر تتحرك. قررت تمشي ناحية بيتها رغم إنها كانت عارفة إن كل حاجة اتغيرت في حياتها من اللحظة دي. جالها رسالة على موبايلها من صاحبتها: فينك؟ فين الفيديو الجديد؟ لكن سارة ما كانتش بترد. كان في حاجة واحدة شغلة دماغها: ازاي هواجه الحياة بعد النهاردة